السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة يا رب. النهاردة هنعمل مكرونة وبانيه. هنا حطيت 3 بيضات، وهنا شاطفة البانيه ومصفياه من المية. هحط بقى البانيه في البيض، احطه في التلاجة لحد ما اعمل المكرونة. عملت الخطوة دي قبل كده وحسيت البانيه بيبقى طعمه احلى. البيض ما بتسيبيه ربع ساعة كده في البيض في التلاجة بيديله قرمشة حلوة ومش بيزفره خالص، عشان بعمله في فيجيتار نوع كويس. وهنا بقطع بصلاية للمكرونة. ممكن تحمري توم للمكرونة، ممكن تعمليها بزيت بس او ببصل. يعني ال3 طرق دول كل طعم مختلف عن التاني، بس انا اكتر بحبها بالبصل. هنا حمرت البصلايه وهنزل بالطماطم، وحاطه ميه تغلي للمكرونه. هنا حطيت ملح وفلفل اسمر. ميه المكرونه برضه احط لها نقطه زيت وشويه ملح. هنا بقى هنزل بالمكرونه. والبنات اللي لسه بتتعلم، لما تنزلي بالمكرونه تحاولي تقلبيها على طول، ما تسيبهاش، عشان لو سبتيها بس ثواني كده كل حبه هيتماسكوا مع بعض ومش هتبقى كويسه. هنا الطماطم بتتسبك وهنا المكرونه بتتسلق. هنا بقى كانت المكرونه استوت، شطفتها. بحطها بقى في التسبيكه بتاعتها كده وتوطي عليها النار دقيقتين كده او 3. لما بتوطي عليها النار شويه بتديها طعم حلو. يعني غير ما تقلبيها كده في الصلصه وتطفي عليها، لا سيبيها شويه على النار، بس النار تبقى واطيه. وهنا معايا 5 بواكي من الفيجيتار، النص كيلو بانيه بحط له 5 بواكي، 3 حامي و2 بارد. انتي حابه تحطي كله حامي او بارد زي ما تحبي. بقلب كده بقى الفيجيتار. ومعنى اللي انت هتحطي البانيه في البيض يعني ربع ساعه في التلاجة كده، مش معنى كده انت هتحطي له بيض كتير، لا. يعني نص كيلو بانيه بياخد بيضتين او 3. هما يعني لو هتحطيه في البيض على الفيجيتار على طول وهتقليه، زي ما هتحطيهم كده شويه في التلاجة. يعني مش معنى ان انت هتحطيه في التلاجة شويه ان انت هتزودي له بيض، لا. هما البيضتين او ال3 اللي انت هتحطيهم. هنا بقى كده بحطه في الفيجيتار. ما شاء الله، والفيجيتار نوعه كويس بيديله طعم حلو غير البقسماط كمان. يعني اعمليه فيجيتار جاهز كده بيديله طعم حلو. وما تضيفيش عليه اي بهارات ولا اي ملح، يعني هو الفيجيتار بيجي متملح ومتبهر. يعني حطي البانيه في البيض ولا تحطي له بهارات ولا ملح، عشان الفيجيتار متملح كويس. انا متعوده لما بعمل بانيه بجيب فرخه بطلع صدرها بانيه، والباقي بعمله بقى فراخ مشويه في الفرن، بحطه في صينيه بطاطس. يعني بحب اجيب البانيه كده، احسن ما اجيب البانيه من عند الراجل مش عارفه طازه مش طازه ومصدره ايه. يعني متعوده لما اجيب فراخ بانيه اذبح فرخه اطلع صدرها بانيه، والباقي اعمله بقى في يوم تاني في صينيه بطاطس او مشويه. هنا كنت خلصت الاكل خلاص، وما شاء الله كان طعمه حلو. يا رب الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله.